السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير في فيديو جديد ولقاء جديد إن شاء الله يجمعني معاكم من خلال هذا الفيديو وهذه الوصفة اللي بزاف بنينة يعني وتهنيك من التخمام لقهوة العصر ولا قهوة الصباح. هي وصفة كروكي السنيوة. هذه الوصفة بزاف بنينة وبزاف هايلة وتقطع لكم كمية كبيرة يعني تهنيك من هذاك التخمام اللي كل يوم واش راح تحطيه في قهوتك لعائلتك ولولادك. الوغ نجوزو للوصفة. نجيبو بول هنايا، أنا استعملت هنايا 5 حبات بيض لأنهم كانوا صغار شوية، إذا كانوا كبار استعملي 4، أنا استعملت هنا 5. الحبة الخامسة نحيت منها البياض، نحيت منها الصفر، استعملت البياض فقط. راكم تشوفوا 4 حبات بيض هنايا. شوفوا في الخامسة واش استعملت، الخامسة استعملت غير غير بياض البيضة، أما الصفر احتفظت به في يعني في بول واحد آخر باش نستعملوه باش ندهن به الكروكي ديالنا. ألوغ نحطو بالجانب. ألوغ هنا استعملت 4 حبات بيض وبياض بيضة. نستعمل هنايا معاهم كأس إلا ربع تاع السكر. كيما راكم تشوفون نخلط مليح، نخلط مليح مليح. استعملت هنا ربع ملعقة يعني تاع الملح، ونخلط مليح مليح. لازم تخلطوه حتى يبيض لكم هذاك الخليط كيما راكم تشوفوا، ويضاعف لكم الحجم بالتأكيد. لازم هاد الخطوة مهمة. زدت هنايا ملعقة صغيرة من الفانيلا، وإذا عندك مبشور قارص أو يعني استعمليه. هنا أيضا أضفت كأس إلا ربع من الزيت وبديت نخلط مليح مليح كيما راكم تشوفوا. قلت لكم التخلاط لازم بالخلاط الكهربائي ولا اليدوي، لأنه باش يجيك يعني نتيجة مليحة. هنايا استعملت نصف كأس من المايزينا. استعملت الكأس الأول من الفرينة، الكأس الثاني من الفرينة. استعملت 2 باكيات تاع الخميرة، يعني 10 ملغرام 10 غرام 10 غرام، يعني 20 غرام كيما راكم تشوفوا. هنايا مازالت راني نشوف بلي مازال خاصني الفرينة. الوغ زدت الكأس الثالث من الفرينة كيما راكم تشوفوا. زدت الكأس الرابع أيضا من الفرينة وبديت نخلط بيدي مليح مليح. لازم هنا العجينة تجيكم رطبة، أنا شفتها رطبة بزاف. الوغ زدت هنايا الكأس، راكم تشوفوا زدنا الكأس الرابع، زدنا هذا الكأس الخامس. الوغ راني نزيد فيه بشوية، الكأس الخامس راني نزيد فيه بشوية. لازم حتى نشوف العجينة ديالي كيفاه راهي، لا ما نزيدوش على جهة باش ما تحصلش، باش العجينة يعني يابسة ولا لازم تكون كيما راكم تشوفوا. لازم تكون يعني طرية هذيك العجينة ديالكم. هنا استعملته كامل الكأس الخامس بالتأكيد، كملته كامل. وانتوما قلت لكم استعملوه تدريجيا، قادرة تكون الفرينة ديالكم يعني تشرب ولا تستعملوا نصو ولا على حساب الفرينة ديالكم. انا استعملته كامل، اذا درت لي 5 كؤوس فرينة. بعدها طليت هذيك السنيوه طليتها بالزيت، ومن بعد درت شويه زيت في يدي، رفدت العجينه ويعني درتها فوق هذاك البلاطو تاع الفرن ديالي كيما راكم تشوفوا. مسكتها كامل على هذاك البلاطو، ومن بعد درت هذيك هذاك صفر البيضه اللي خليناه، زدت له شويه تاع القهوه، دهنت به وجه هذاك الكروكي كيما راكم تشوفوا. وجبت الفرشات هنايا وبديت ندير الخطوط هذه يعني للتزيين فقط. على بالكم الكروكي يجي بهذه الاشكال. بعدها انا كنت درت الفوغ ديالي على 180 درجه يسخن. دخلت صينيه الفرن ديالي كيما راكم تشوفوا. بعد ما طابت لي من التحت شعلتها من الفوق، حمرت لي خدات لي هذا اللون. بعدها نحيتها من الفرن كيما راكم تشوفوا. نخليها تبرد، لازم تبرد باش كي تقطعوها ما تتفتت لكمش، باسكو لو كان تقطعوها هي سخونه الو راح تتفتت. هنا كي بردت لي جبت يعني الموس ديالي وبديت نقطع فيها. قطعوها كيما تحبوها بالشكل يعني المستطيل، بالشكل المربع، يعني الشكل يعود ليكم. شوفوا كيفاه جات، صدقوني طريه وحلوه وهايله. المذاق راني نقول لكم ولا اروع. وشوفوا جات هشه بزاف طريه، الله يبارك تذوب في الفم. الوغ مع قهوه وحليب والله ما تقدروا يعني تقاوموا هذيك البنه اللي راح يعني تتحصلوا عليها. جربوا الوصفه، هاد الوصفه بزاف تهنيكم سورتو في الايامات هادو سخونين. الوغ باش ما تشعليش بزاف الفرن ديالك، ديراكتومون العجينه ديالك يعني ديريها داخل الصينيه ودخليها في الفرن، وانت تحصلتي على كميه وفيره من الكروكي، يعني من الحلوى ديالك الكروكي ديالك. ويعني وتجيبي به يعني يامات تقدميه لعائلتك ولولادك. قلت لكم هذه بزاف وصفة اقتصادية ووصفة سهلة وسريعة التحضير. نتمنى انكم تجربوها يعني وقولوا لي النتيجة اللي تحصلتوا عليها. بزاف قلت لكم هايل وبنين. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة بالتأكيد، وترك يعني
الإعجاب أيضًا، ووضع الإعجاب للفيديو إذا عجبتكم الوصفة. بالتأكيد إذا عجبتكم قولوا لي رأيكم من خلال التعليقات. قولوا لي رأيكم في هذه الوصفة، واش راكم حابين وصفات ولا همسات في الأيام القادمة إن شاء الله. نقول لكم أنا في الأخير نتمنى أنها تعجبكم هذه الوصفة يعني، وإن شاء الله راح يكون هناك فيديوهات أخرى إن شاء الله، وش نكثروا لنا شوية من التفاعل حتى يكون هناك تفاعل يعني ونقدموا إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله. في الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.